السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. رمضان مبارك إن شاء الله. واليوم الحلقة الثانية من فتح الأندلس. ورانا متوقفين عند الفتوحات الإسلامية، ورانا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قلت لكم قبل فتحنا بلاد الفرس والروم، ورانا فاتحين مصر. يعني كانت مصر تحت الحماية أو تحت استعمار الرومان، والان راهم يحوسوا يفتحوا ليبيا. حتى ليبيا راهي تحت الاحتلال الرومان. وشكون اللي راه يفتح في هذه في شمال افريقيا؟ عقبه بن نافع رحمه الله عليه. اولا باه نتعرفوا عليه، هو من مواليد مكه، وهو تقابل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكه، وشافه الرسول عليه الصلاه والسلام ودعا له دعوه، قال لهم ان هذا له شأن عظيم. عقبه بن نافع. ولما يولي كاين روايه تقول باللي عمرو بن العاص خاله، وكاين لي واحد الروايه تقول ولد خالته، والله اعلم. المهم هو يقرب لعمرو بن العاص رضي الله عنه. المهم عمرو بن العاص من بعد تبناه عنده ورباه على الفروسيه وعلى الحروب والى اخره. وبدا عمرو بن العاص بعد ما تولى الولايه في مصر بدا يبحثه قائد تاع جيوش، وكان في عمره 18 سنه او 19 سنه. وفتح بلاد النوبه اللي هي السودان حاليا او جنوب مصر. هذيك المنطقه هذيك اسمها بلاد النوبه. ومن بعد بدا عينه قائد تاع جيوش، وبدا يفتح في ليبيا، فتح برقه وطرابلس الى اخره. ومن بعد جاتهم اوامر من عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه باللي وقفوا الفتوحات. كيف انتم راكم تفتحوا في اراضي وانتم اصلا ما امنتوش الاسلام في هذيك المنطقه؟ المفروض كي تفتح منطقه او ارض هذيك ادعوا الناس للاسلام، ماشي غير تمشي وصيت وانت ظهرك ماش محمي. وهذا هو الخطا اللي ارتكبه عقبه بن نافع من بعد ما نفذش هذا الامر تاع عمر بن الخطاب. المهم عمر بن الخطاب بعد فتره استشهد، قتلوه في المسجد، القصه مشهوره كما على بالكم. ومن بعد داروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. كي جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بدا يدعم في الجيوش، وبعث 10,000 مقاتل، وكان على راسهم العبادله اللي هما عبد الله بن العباس عبد الله بن عمر. دعم بهم الجيش تاع عقبه بن نافع. وشكون اللي كان قائد تاع الجيش؟ عقبه بن نافع، لان عمرو بن العاص كان معينه قائد تاع الجيش، وكان في عمره 23 سنه. المهم بدا عقبه بن نافع يفتح في شمال افريقيا، وفتح تونس، فتح شمال الجزائر، وفتح المغرب. وبطريقه كما نقول حنايا ما غبنوش هذو، لان الجيش تاع المسلمين كان اقوى. لقى كما نقولوا حنايا القتال شرس من عند الامازيغ، لكن في النهايه انتصر. ومن بين الاخطاء اللي ارتكبهم عقبه بن نافع رحمه الله عليه، هذه ماشي هضرتي تاع المؤرخين، انه ما امنش ظهره وما نشرش الاسلام في شمال افريقيا. يعني ما تعاملش مع اهل الارض بطريقه لطيفه، من هذا الباب يعني ما تعاملش مع الزواوه كما نقول حنا بحنيه ومن هذه الاشياء. وزاد دعا للاسلام والى اخره، شغل ما تفاهمش معاهم. وكاين يقول لك ما تعاملش مع الملك تاعهم اللي كان قابض الزواوه هنايا، ما قادرش كما نقولوا حنايا. يعني اختلفوا فيه بزاف الناس. المهم في النهايه كانت اخطاء استراتيجيه. هو اصلا عقبه بن نافع رحمه الله عليه ما راش كما نقولوا حنا سياسي محنك ولا قائد تاع جيش. وقائد تاع جيش ما تنتظرش منه انه يجيب لك النتائج 100%. هذه دائما ديرها في راسك مليح. المهم فتح شمال افريقيا والمغرب وتونس الى اخره. ويقال انه وصل الى طنجة، يعني في اخر المغرب، وقف عند البحر وقال له يا ربي لو اعلم ان هناك ارض لفتحتها. هو ما على بالش بلي كاين ماريكان مورا البحر. المهم امريكا شكون اللي راه عايش فيها؟ يقال ان الهنود الحمر، والله اعلم. المهم حد الان ماريكان ما كاينش في الوجود. اللي راهي حاليا الناس معروفه عند العالم كاع شمال افريقيا، اوروبا، شرق آسيا، غرب اسيا اللي هي حاليا راهي الجزيره العربيه وكاع، العراق، ايران، هذو اللي كانوا مشهورين في ذاك الوقت. المهم وقعت مشكله، وهذه كانت صدمه للمسلمين. ما هي المشكله؟ مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا المقتل تاع عثمان بن عفان رضي الله عنه دار لنا فتنه
من العلماء لحد الان ما يبغوش يتكلموا على هذه الفتنه اللي هي فتنه بين معاويه بن ابي سفيان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. هذه الفتنه بعد مقتل عثمان بن عفان المسلمين حاروا في امرهم، بايعوا علي رضي الله عنه. ولما بايعوا علي رضي الله عنه، معاويه كان والي في الشام. صحيح بيبي رفض معاويه بن ابي سفيان، قال له انا ما نبايعكش، يعني انت ماركش خليفه تاع المسلمين. علاه؟ قال له حتى تثأر المقتل اللي قتلوا عثمان بن عفان. قال له علي رضي الله عنه اصبر حتى الاوضاع ماهيش مليحه، واللي قتلوا عثمان اصلا راهم في وسطنا، يعني ماش وقت تاع الثأر. انا اصلا باغي نثأر عثمان بن عفان رضي الله عنه، ماش وقتها. المهم معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه قال له هلا انت من تثأر عثمان بن عفان رضي الله عنه. علاه يثأر له؟ اولا عثمان بن عفان خليفه المسلمين وصحابي جليل، وولد عم معاويه بن ابي سفيان. صحيح بيبي؟ يعني من بني اميه، لا تكونوا تعرفوا هذا الهضره. وهي داته الغيره على بن عمه، كيف هو بن عمي يقتلوه في المسجد ومرته يقطعوا لها ليدها، خاطش قعد معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه يرفد الصباح تاع مرت عثمان بن عفان في المسجد ويقول لهم انظروا هذيك الصباح تاع ماذا يحدث لابن عمنا وكاع، وانه احنا رانا ساكتين. شغل الناس ثارت على ذاك الشيء. معاويه بن ابي سفيان جا كانت معاه الناس بزاف، وهنا انقسموا الصحابه. المهم هذه فتنه على بالكم، كارثه هذه الفتنه، يعني كثير من الناس ما يبغوش يتكلموا فيها. نحاول غير نعطيكم بعض المعلومات. هنايا توقفت الفتوحات الاسلاميه، وهنا اختفى عقبه بن نافع رحمه الله عليه. حوسوا عليه، قعدوا يحوسوا عليه، قال لك وراه باه يجي يوقف معنا. عمرو بن العاص قاعد يحوس عليه، خاطش عمرو بن العاص رضي الله عنه ولا مع معاويه بن ابي سفيان، ما تكونوا تعرفوا. ومعظم الصحابه ولوا مع علي بن ابي طالب. يعني المسلمين الصحابه انقسموا الى قسمين، قسم مع معاويه بن ابي سفيان وقسم مع علي بن ابي طالب. عمرو بن العاص كان والي في مصر ولا مع معاويه بن ابي سفيان، قاعد يحوس على عقبه بن نافع انك روح عاونا باه نقاتلوا علي. اختفى عقبه بن نافع رحمه الله عليه. كان يقول لك خطره، يقول لك راه في برقه، خطره راه في طنجه، خطره راه شافوه يطوف في مكه. المهم ما صابوش. ووقعت هذيك الفتنه للاسف الشديد بين الصحابه اللي كانت بين علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان. وظلت هذه الفتنه 5 سنين قتال بين الصحابه رضي الله عنهم في بعضهم البعض، ونسال الله السلامه. يعني هذه امرهم يرجع الى الله عز وجل، خاطش هذو اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تنساش باللي الصحابه ماشي كيفنا احنا. هذوك اولا ربي غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تاخر، يعني فيها مساله ما نجموش نطرقوا فيها. المهم ظلت 5 سنين على هذا الحال. علي بن ابي طالب ولا خليفه المسلمين في العراق، ومعاويه بن ابي سفيان ولا خليفه في الشام. يعني الدوله الاسلاميه انقسمت الى 2. صحيح بيبي؟ المهم بعد استشهد علي رضي الله عنه عن طريق الخوارج، وكانوا 3. واحد قال تفاهموا مع بعض، خاطر الخوارج واعرين بتكون تعرف هذا الهضره، وهما عندهم الفكر تاعهم من اخطر الافكار، وما ينسوش اصحابهم بتكون تعرف. يعني صاحبه عندها 40 عام اللي مات ما ينساش. ماشي كيما احنا مثلا نموت اليوم انا غدوه تنساني، هما لا، الخوارج صاحبهم يموت اليوم على 40 عام ويقعدوا باه ينتقموا لصاحبهم. وين تعرفوا هذو 3 قال لك كيفاش احنا اصحابنا ماتوا وحنا قاعدين نعيشوا، لازم احنا فاني نثأروا لاصحابنا. واحد يروح يقتل معاويه بن ابي سفيان، وواحد عمرو بن العاص، وواحد يقتل علي بن ابي طالب رضي الله عنهم. المهم عمرو بن العاص ومعاويه سلكوا، وعلي بن ابي طالب قتله الفجر ملي كان رايح يصلي الصبح. من توفى استشهد علي رضي الله عنه، عين موراه حسن ابنه، الحسن بن علي رضي الله عنه. والحسن بعد 6 شهور تنازل لمعاويه. ولكن ركز معي في هذه النقطه، خاطر هذه نقطه خطيره جدا. الحسن بن علي ما بغاش هذه الفتنه، خاطر اصلا معاويه بن ابي سفيان كان يجهز في جيش باه يقاتل الحسن. قال له لازم يولي الحكم لينا احنا البني اميه. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر. حديث انا سمعته من عند الشيخ الفوزان حفظه الله مازال حي، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ان هلكت امتي عن طريق اغلام من قريش. يعني كما نقول احنا اغلام للتصغير، كما نقول احنا انت يا غوري راك جاي تهضر معايا كيما هاك.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صغرهم. الشيخ الفوزان حفظه الله قال لهم هذو الغلمان اللي غادي تهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم على يديهم من بني أمية. وزاد ذكر قال أن فيهم ناس صالحين وفيهم هذو الغلمان اللي أفسدوا بين المسلمين. وكاين حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه أول من يغير سنتي رجل من بني أمية. كل بعض العلماء أشاروا إلى معاوية بن أبي سفيان لما ورث الحكم ليزيد ولده. هذه النقطة ذاك نوصلوا لها، خاطش لازم نحكي لكم هذه الأشياء باه من بعد ما نقعدش بيناتنا أنا وياكم غبينا، نقولوا كل شيء فاهمينه وعارفين الدنيا كي راهي تدور. صحيح حنا الفتوحات دروك رانا متوقفين عنها، دير حسابك حنا دروك رانا 40 هجري باش تكون تعرف. صحيح الخلافة الراشدة كملت عليها ويستشهد علي بن أبي طالب ورانا نمشوا في 41 هجري. صحيح بيبي شا قلنا معاوية بن أبي سفيان راه خليفة في الشام اللي هي حاليا سوريا، والحسن بعد استشهاد علي رضي الله عنه راه خليفة في العراق. صحيح بيبي. المهم الحسن بن علي قال للقوم تاعه هذوك العراقيين انني نحوس نتنازل المعاوية بن أبي سفيان باه نطفوا هذه المشكلة بين المسلمين ويولي خليفة تاعنا شكون هو معاوية بن أبي سفيان. قبلوا له وما كانش اللي يقبل له، كاع قالوا له لا وهذا علي لازم تكمل الوصيه تاع علي بوك والى اخره. ومام الحسين وقف الحسن قال له ما قبلش الحسين رضي الله عنه، قال له هذه ما نقبلها لكش، كيفاه لازم احنا نحكموا وهذه الى اخره. ما نطولش عليه. في النهايه حسن بن علي رضي الله عنه، الحسن بن علي كان يشبه للرسول صلى الله عليه وسلم وكان ناس ملاح، كان ذا اخلاق. قال لهم ماكمش عاقلين من الرسول عليه الصلاه والسلام، قال لهم هذا ابني وربي غادي يصلح به طائفتين من المسلمين. قال لهم لعل هذا الحديث هذا هو تاع اليوم. والمهم الحسن بن علي في النهايه تنازل المعاويه بن ابي سفيان بالصحه بشرط. ما هو الشرط؟ قال له بعد الوفاه تاعك الحكم يولي شورى بين المسلمين. مازال ما فهمتش. معاويه بن ابي سفيان حاليا دروك شاره راه خليفه المسلمين، كي تبغي تموت مش خاش تورث ولدك. شوف الصالحين كي يحسوا بالمستقبل ويعرفوا، لان على باله بلي افكار تاع بني اميه كي دايرين بلي هما راهم يحوسوا يردوا الحكم او الحكم يولي ملك. حنا نحكموا فيكم، يعني الوراثه. انا راني اليوم خليفه غدوه ولدي يورثني وعليها ولدي والى اخره. وهذا النقطة ما يتحدثوش فيها العلماء كما على بالكم، لأن الحكام تاعهم ملوك ويورثوا الحكم، لأن هذه نقطة حساسة. وتقول أنت كيف تهدر؟ خاطش حنا عندنا ديمقراطية هنا في الجزائر، يعني حنا ما نورثوش الحكم. هي تسيب شوية عندنا حريات في هذا الأمر. قالوا بدي حنا ما نورثوش الحكم، هي يهدر نورمال معليش. بصح كون تروح في دولة فيها مملكة كما المغرب ولا كما السعودية وهذوك ما يهضروش في هذه النقطة. صحيح فهمت، خاطش نقطة حساسة وتمس الملوك تاعهم. صحيح بيبي. أي نكملوا. المهم في النهاية تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان، ولا شكون خليفة المسلمين؟ معاوية بن أبي سفيان. وصراحة باه ما نكونوا متفقين رضي الله عنه، باه نكونوا متفقين على هذه النقطة، حكم 20 سنة، وفي هذيك ال20 سنة خدم، دار الفتوحات الإسلامية وبدا يدعم في المساكين، يدعم في الفقراء، يعني خدم هذيك 20 سنة. يعني فتح قبرص، بدا يدعم في الجيوش باه يفتحوا شمال افريقيا. خاطش عباكم هنا في شمال افريقيا زواوا عاودوا ارتدوا على الاسلام، وعاودوا اللي كانوا مسامين بعد ما سيطروا المسلمين عاودوا ولوا شكون مسيطروا؟ شكون هما؟ زواوا عاودوا سيطروا من جديد البربر. وهنايا كانت كاينه في شمال افريقيا ملكه اسمها ديهيه، والعرب يعيطوها الكاهنه، هي اللي كانت تحكم في الامازيغ. وباه نكونوا متفقين باه ما نظلموا حتى واحد، هذه كانت امراه صالحه مع زواوه، يعني ما كانش ظالمه تحقر شعبها ولا طاغوت ولا من هذا الباب. كانت متخليه في زواوه، مدعمتهم، كانوا يبغوها، مقدسينها زواوه هذه. وكان عندها جيش، اقوى جيش في ذيك المنطقه. عاودت ولوا الفتوحات الاسلاميه، عاود فتح، بدات الحروب بين المسلمين ولا سميهم لي وزواوه او البربر. ومن بعد رجوعها، بعد ما تهند كما نقولوا كملت هذيك الفتنه. لا اجي عاودوا نولوا هنايا كي كملت الفتنه بين علي بن ابي طالب ومعاويه، ولو ثبت الحكم معاويه، عاودوا كي قلنا رجعوا الفتوحات. عمرو بن العاص
عاد بان لها عقبه بن نافع رحمه الله عليه. على نقول لكم رحمه الله عليه خاطش الصحابه هما اللي يقولوا رضي الله عنهم، اما التابعين يقولوا عليهم رحمه الله عليهم. وتقول لي عقبه بن نافع ماشي قلت لنا تلاقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تلاقى معه صحيح بس كان عنده 9 سنين، ما كان مع الصحابي عقبه بن نافع. الصحابي لازم تكون يعني كما نقولوا احنا عندك 18 عام ولا 19 عام وتدخل للاسلام مع الرسول عليه الصلاه والسلام، وكما نقولوا احنا يتجاهد معاه ولا راك عايش معاه ولا هذا اسمه صحابي. بس عندك 9 سنين ولا 10 سنين ولا غير شت الرسول عليه الصلاه والسلام وماكش داخل الاسلام ما سموكش صحابي. صحيح بيبي، الصحابي لازم تكون مشيت مع الرسول عليه الصلاه والسلام او عشت في زمانه وانت على دينه وشته الى اخره من هذا الباب. المهم قال عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال له كيف غبت علينا ما وقفتش معنا في الفتنه بين علي رضي الله عنه بين علي ومعاويه؟ قال له ما كنت لاقاتل علي، خاطش علي بن ابي طالب كارثه به جيت تقاتل علي رضي الله عنه. المهم عاودوا رجعوا الفتوحات لشمال افريقيا، وهذا المره ظهر لنا واحد سموه كسيله او كسيله او اكسيل. المهم عند هذه 3 اسماوات يذكر بهم. هذا بغى يثأر للزواوق اللي ما عاملهمش عقبه بن نافع في فتح الاسلام، وجاب مجموعه من الامازيغ، وبعد رجوعه من المغرب عقبه بن نافع لقى له في بيسكرة وقتلوه في بيسكرة، وقبره حاليا راه موجود في بيسكرة عقبه بن نافع، وما عاودش رجع وكان في عمره 62 سنه. شيء كاينه نقطه نوضحها لكم، هذا كسيله او اكسيل او كسيله هذا يقال انه مسلم زواوي ومسلم، وكاين اللي يقول لك لا ماش مسلم، هذا كسيله بطل قومي عند الامازيغ داه النيف على ابن عمه. كيفاه نتايا جاي من الجزيره العربيه، انا نقول لك في وجهه نظره، جاي من الجزيره العربيه جاي هنايا بتحقر ولاد بلادي. فهمتوا؟ يعني هو هذا اكسيل اذا كان مسلم الله يرحمه، اما اذا هو حاليا عند الزواوه بطل قومي بالنسبه للامازيغ بتكون تعرف الهضره. المهم حنايا الزواوه كما نقول حنا عندهم بطل قومي نحترموهم، خاطش على بالكم هذه داخله في العرقيات وفي الحساسيات كلها، ويفتخر بابن عمه. المهم استشهد عقبه بن نافع رحمه الله عليه. بعد ما استشهد عاودت سيطروا شكون؟ البربر من جديد. وكنت بزاف المؤرخين يقول لك اصعب قتال تلقاوه المسلمين هو شمال افريقيا، خاطش قعدوا كما نقول حنا يفتحوا ويعاودوا يطيحوا، يعاودوا يفتحوا ويعاودوا يطيحوا، ما قدروا يديروا والو مع البربر حاليا. علاه؟ لان البربر اصلا ما همش قابلين للاسلام. بصح علاه ما همش قابلين للاسلام؟ خاطش البربر اصلا ما يعرفوش الاسلام. هما اصلا قلت لكم الخطا الاستراتيجي اللي ارتكبه عقبه بن نافع انه ما علمش الناس الاسلام، ما جابش معاه العلماء وعلموا الاسلام. خاطش الامازيغ هنا في الجزائر هما المعلومات اللي عندهم على هذو باللي ذو عرب وكافيه وراهم جايين يدونا دراهمنا ويولوا حنا يحكموا فينا. هما ما يعرفوش هذا هضره على الاسلام باللي ننشروا الاخلاق الدين ديك كيما على بالكم. هما المعلومات اللي عندهم الامازيغ باللي هذو مكفف وراهم جايين. خاطش على بالكم الزواوه كانت عندهم ثقافه رومانيه بتكون تعرف، هي دروك انت عايش مع الرومان وكاع وذيك الحضاره تاع الرومانيه وكاع، هي يجيك واحد من الصحراء لابس عبايه وداير عمامه وكاع شي يبان لك كافي وراه جاي يسربسك. على ذاك الشيء الامازيغ ما قبلوش العرب هذه في البدايه كاع، ما قبلوش العرب، هما بالنسبه لهم عرب ماشي مسلمين. خاطش الزواوه ما يعرفوش هذا الهضره. خاطش لازم نوضحوا هذو النقاط باه الناس تكون تعرف باللي الزواوه غبنوا العرب ولا المسلمين في البدايه بسبب هذه الافكار، لان الرومان كانوا يقولوا لهم باللي هذو ما هم جايين يغيروا لكم دينكم. شتي واحد انت ما تكونش تعرفه ويجي يخوفك قال هذا غادي يفهم يوصل يدي لك دراهمك يديكم من ساكم يدوكم من هي شكون انت شديد من البدايه كيما توصل عندي نقاتلك. حبيبي دروك رانا متوقفين الخليفه هو معاويه بن ابي سفيان، وعقبه بن نافع سيرها استشهد، ومعظم الصحابه بداوا يموتوا يعني، والبربر عاودوا يسيطروا على شمال افريقيا من جديد. وكما قالها المصريين وكل يا ابو زيد ما غازيت. وهي احنا فتح الاندلس مازال ما وصلنا لاش، غدوه ان شاء الله يا ربي ندخلوا في فتح الاندلس. خاطش اللي خليني نحكي لك دروك الارض كي راهي دايره باه تكون عارف من بعد واش غادي يصرى واش ما غادي ما يصراش. المهم كاينه نقطه لازم كذلك نوضحوها، بعد من معاويه بن ابي سفيان قفل 80 عام وحكم 20 سنه
بعد علي بن ابي طالب حاليا دوك شحال رانا 60 هجري، 60 سنه هجري. صحيح حبيبي. معاويه بن ابي سفيان بغى يورث الحكم ليزيد بن معاويه، وهذه صراحه هذه النقطه ما نتكلموش فيها، غير فهمتكم، قلت لكم بلي هذه كانت اخطر حاجه دارها معاويه بن ابي سفيان، انه ورث الحكم. وحنا كي رانا متوالفين باللي الصحابه كانوا كي اللي يبغي يموت يمد الشورى بين الناس، باللي اللي بغاو خيروا بين ذو سته وديروا. وهو دار ان ولده هو اللي يحكم بعد وفاته اللي هو يزيد. وهذا يزيد كان في عمره 32 عام 33 عام، وكان صعب نيشان اصلا ملي كان صغير، وكان عنده نظره استراتيجيه، عنده سياسي، يعني ما سهل هذا يزيد بن معاويه، يعني عند روحه كما نقولوا احنا. ومعاويه بن ابي سفيان قبل ما يموت قال ليزيد ولده، قال له شوف، قال له هنا في سوريا وفي بلاد الشام راني مأمن لك كل شيء، غادي لي يغبنك نيشان في المدينه الحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس وعبد الله، يعني هادو اللي كان ديت من عندهم البيعه، عرف باللي امنت الحكم من روحك. ومن مات معاويه بن ابي سفيان وسمع الحسين رضي الله عنه باللي يزيد اصبح خليفه، رفض الحسين بن علي رضي الله عنه ان الخلافه ما تكونش ليزيد ولدك، وانا اول واحد راني خارج عليك. غدوه ان شاء الله يا ربي نزيدوا نكملوا بعد ما رفض الحسين رضي الله عنه الخلافه ليزيد ولده. صحيح بابي، ورمضان مبارك ان شاء الله، كل عام وانتم بخير. تهلاو في رواقكم.